مرحبا واهلا بكم مشاهدينا الكرام الى اخباركم. هنا مساحه خاصه بكل ما يتعلق بالعالم الرقمي بتغطيه شامله لمنصات التواصل الاجتماعي. اخباركم اسم على مسمى، ابرز ما نشرتموه انتم في وسائل التواصل الاجتماعي على اختلافها. كل ذلك تجدونه معنا هنا من تعليقات ومواقف ولقطات مميزه وكل ما يتعلق بكأس العالم فيفا قطر 2022 من قطر ومن اي مكان كنتم فيه بالعالم، فأهلا بكم جميعا. البداية مع مقطع فيديو راجع على منصات التواصل الاجتماعي لأنه يظهر فرحة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بفوز المنتخب المغربي على نظيره الكندي. فرحة سمو الأمير رصدتها كاميرات الجماهير وهو يحتفل بتأهل أسود الأطلس. لنتابع. من ردود الأفعال المميزة من جانب المنتخب المغربي بعد تأمين الصعود إلى دور ثمن النهائي لكأس العالم ما غرد به حكيم زياش على حسابه الرسمي في إنستغرام. نجم أسود الأطلس كتب بعد الانتصار على كندا ب2-1: ليس كل الأشقاء إخوة، في إشارة إلى العلاقات القوية وأواصر المودة التي تجمعه مع زملائه في المنتخب. تغريدة باسم العيون كتبت عن فوز المغرب: شكرا للإخوة الأفارقة أيا كانت جنسياتهم، إخوة لم تلدهم لنا أمهاتنا. شكرا لأبناء السنغال، شكرا منتخب السنغال، نحبكم ونقدركم، القلوب مع بعضها. لنتابع. أما حساب مجلس جمهور المنتخب السعودي فنشر تغريدة على حسابه الرسمي بعنوان بيت كل العرب، كما تضمنت التغريدة أن البيت السعودي في العاصمة القطرية الدوحة تزين باحتفالات تأهل المنتخب المغربي الشقيق إلى ثمن نهائي كأس العالم. معا نتابع. لا يتقدم شيئا ما الى الامام. اكيد تسمعون الجماهير يعجبني كثير الانتشار والتموضع المميز وضرب الكره استلام وتسليم الكره. زياش يا زياش، اليوم يومك كما كان بلمسه القريبه امام المنتخب البلجيكي. كره توصل على الجهه اليسرى. سالم اليتيم اول لاعب مغربي يسجل في نسختين هكذا امام المنتخب البلجيكي. لذلك نكون حذرين ارجوكم حتى نمر بامان. بينما كره في منتصف الميدان. يا سلام، النتائج السيئة في كرة القدم شو تعمل؟ لا قدر الله لو كانت المغرب تخيل خسرت، كان بوفالا اللي طلع من الملعب زعلان الآن شفتوا أن أنا على حق وكان لازم أضل في الملعب. كلمة من هان كلمة من هان يتطور الموضوع، أجواء مسمومة، أجواء سلبية، أجواء كئيبة. النتائج الإيجابية والانتصارات تصنع أجواء فرح. شوف لما المنتخب المغربي دخل غرف الملابس، الناس في الشوارع المغرب تحتفل، في الأمة العربية كلها تحتفل، شوارع قطر فلسطين كلها مسكرة من الاحتفالات. شوف بعد هذا كله كيف راح تكون الأجواء، سحر. أهلا بكم من جديد. إذا ضيفنا اليوم اليوتيوبر الفلسطيني معتصم زقوط الذي ينضم إلينا من اسطنبول لنتحدث أكثر عن كأس العالم. ما رأيك بأداء المنتخبات العربية وتحديدا المغرب الذي تأهل إلى ثمن النهائي؟ يعني نبدأ من المغرب من قبل البطولة كنا نتكلم هو أفضل منتخب عربي إلى جانب المنتخب الجزائري، غير أنه المنتخب المغربي أكثر جاهزية أو أفضل من حيث العناصر في كافة الخطوط ومستوى الخبرات. هذا من قبل البطولة. وحينما يعني نشرت حلقة فيديو عن توقعاتي لبطولة كأس العالم
كان ترشيحي لمنتخب المغرب انه يتاهل للدور الثاني، انما اخطات في موضوع الصداره، كنت اضع في الصداره بلجيكا وليس كرواتيا. انما المغرب يبدو انها عندها خلاص عقد مع كاس العالم ما تتاهل للدور الثاني الا كمتصدر للمجموعه كما حصل في 86. المنتخب المغربي كان ينقص دائما الاجواء الفاميلي والفريندلي والحلوه اللي بين اللاعبين، نشعر دائما في استفزازات، في مشاحنات، حكيم زياش مشكله، عبد الرزاق الحمد الله يطلع من المعسكر التدريبي، الا انه وليد الركراكي كمدرب شاب قريب من سن اللاعبين يعرف نفسيتهم، يتعرف على ثقافات اللاعبين في جميع سواء المحترفين المحليين او المحترفين في بلاد اوروبا، المولودين في المغرب او المولودين في اوروبا ومعهم جنسيات اوروبيه، عمل اجواء فاميلي. اول شيء اعاد من الاشياء الحلوه اللي عملها انه اعاد حكيم زياش الى صفوف المنتخب المغربي، البعض كمان كان يائس من موضوع اعاده عبد الرزاق الحمد الله، لكنه اعاده، ولم تكن عوده الحمد الله الى المنتخب من منطلق فني بقدر ما هي جو تصالحي واضفاء نوع من الود بين اللاعبين، فتم بصراحه حل المشاكل والمشاحنات الشخصيه والمشاكل بين اللاعب وبين الاتحاد في المغرب. خبرات اللاعبين استفاد منها. حينما نستعرض سكواد فريق المنتخب المغرب بروفايلو نسمع انديه بايرن ميونخ، اشبيليا، تشيلسي، باريس سان جيرمان. يعني نصير مزراوي كنا نتكلم عنه، لو نصير يحمل الجنسيه الالمانيه مثلا، طب ما هو يروح يلعب في منتخب المانيا يتم استدعائه عشان يلعب بجانب احسن لاعبي العالم. لو كذلك حكيم زياش استدعاء منتخب، يعني مع امكانيه يلعب مع منتخب هولندا يستدعوا حكيم زياش. احنا نتكلم عن لاعبين خبرات، وما حصل امام كندا من ارتجال شخصي للاعبين في اداره وقت المباراه يثبت ان احنا امام لاعبين يعرفوا يتحكموا في رتم المباريات ومستفيدين جدا من الخبرات الطويله والعريضه اللي معهم في انديتهم الاوروبيه، اللي زي حكيم زياش كم مباراه في دوري ابطال اوروبا لعب. حكيم زياش خاض نهائي دوري ابطال اوروبا، حكيم زياش وصل لنصف نهائي دوري ابطال اوروبا مع اياكس، فاحنا بنتكلم امام خبرات، الدكه ممتازه وجاهزه، العامل البدني ممتاز، التضحيه البدنيه كثير ممتازه، يعني لاعب زي نصير مزراوي يلعب ظهير يمين في بايرن ميونخ وهو مركزه الظهير اليمين طول عمره، فجاه المدرب يحكي له انا بدي منك تلعب ظهير يسار، لكنه تنازل عن الأنا وما حكاش لا أنا ممكن أفشل في هذا ويتحفل علي وممكن أخسر شعبيتي وممكن أشيل الليلة كلها لو أنا كنت سيء، إلا إنه تنازل. حكيم زياش من متى حكيم زياش أنا في أياكس ما شفت حكيم زياش يدافع، شفته اليوم مع منتخب المغرب، في نوع من التضحية عند اللاعبين. هذا بالنسبة للمنتخب المغربي أنا مش متفاجئ، هذا المتأمل والمتوقع منه، وإن شاء الله طموحنا يقف ند، ما بدي أحكي يفوزوا على إسبانيا، لكني بدي يلعبوا ويقاتلوا ضد منتخب إسبانيا. أهازيج مغربية تردد صداها في كل أنحاء الدوحة وخارجها بعد تأهل المغرب في صدارة مجموعته إلى ثمن النهائي. لنتابع بعضا من ذلك. إلى هنا نكون وصلنا إلى ختام أخباركم. لا تنسوا المشاركة معنا دائما بتعليقات ولقطات مميزة عن كأس العالم.